الكنافة بالقشطة الكدابة. حد كتب لي على الخاص الكنافة بالقشطة الكدابة ما تظبطش مني، ازاي تعمليها خطوة بخطوة معايا. انا مسرها لك الفيديو عشان ما اخدش من وقت حضراتكم. اقول لك ازاي تعمليها دلوقتي. وطبعا انا ده نص كيلو كنافة، انا هطلع تاني عشان هعمل صينية كبيرة. انت تقدري تعملي على الصينية المتوسطة اللي عندك نص يعني 350 جرام. عايزه تكتري وتعملي النص كيلو تمام. انا هنا معايا بدل ما اقعد اكسرها ولا حته مكلكعه وكده، تقدري تعملي دول على الصينيه الصغيره. انا بوريكي لكن انا هعمل كميه. بصي بقى الكبه اما اتكيت عليها ما تحطيش وتتكي على الكبه، لانها للاسف السكينه من بتاعتها اتكسرت. هنا هشيلها وهكمل برضو بالثلاث شفرات بتاعتها. وهنا بقى كملت بالثلاث شفرات التانيين اهو. هحط عليها ايه عشان ما انا بقولك ليه في الكبه لو ممكن تعمليها في ايدك تمام عشان ما تبقاش حته مكلكعه منها، ولو جايباها من حد كويس مش هتبقى. حطي بقى يعني كوبايه الا ربع سمنه، وانا ممكن تحطي سكر بودر معلقتين. انا حطيت بدلهم معلقتين كبار كده عسل، وحطيت كوبايه سمنه على الكميه. لو انت هتعملي صينيه اصغر يبقى كوبايه الا ربع سمنه، ولو سمنه بلدي حطي سمنه بلدي على زيت نضيف نص كوبايه، بتبقى تحفه. تمام. تقدري تستبدلي زي ما قلنا العسل بالسكر البودر. وهاجي احطها هنا بقى، احط نص كميه الكنافه اللي عندي. انا عامله صينيه كبيره ما شاء الله، كبيره قوي. عندي هنا كيلو من اللبن الفريش، هحط له معلقه ونص دي معلقه دقيق ومعلقتين نشا. تمام كده. طيب اللبن هحط له معلقتين سكر، مش هحط فيهم اي حاجه تاني. عندك قشره لبن تقدري تحطيها عليه بعد ما تحطي مرحله الدقيق مع النشا. تحطيش دقيق لوحده ولا نشا لوحدها. تمام كده. واخر ما تستوي معايا هم معلقتين السكر هحطهم على اللبن، واخر ما يستوي معايا هروح اقلبهم كويس جدا بمضرب عشان ما يبقاش فيه تكتلات. خايفه يكون فيه تكتلات تقدري تصفي اهو. انا ما قلبتهم كويس. هحط ظرفه فانيليا، وفي المرحله دي هحط معلقه قشطه او زبده بلدي، او تقدري تستغني عنها خالص. هنا معايا كوبايتين سكر كبار، تقدري تقللي بتاعتك انت. كوبايتين سكر كبار عليهم كوبايه ونص ميه، ورشه ملح ليمون او نص ليمونه كبيره. وفي الاخر هحط ظرف فانيليا. تمام. هنا بقى هبدا اجيب كيس، او لو لابسه جلافز تمام. انا ما بحبش الجلافزات. ولو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسينيش اللايك والمتابعه، وقولي لي بتتابعيني منين. كومنت حلو وتصلي فيه على النبي. تمام. هنا بقى هبتدي اسويها واعمل لها حرف شويه عشان ده الحرف النص اللي هيبقى من تحت. وهنا اعملي لها بقى، افضلي اعملي حروف كده بحيث ان انا لما احط الكريمه ما تسقطش. هحط الكريمه، انا طبعا مش انا مسرعه لك. حطي الكريمه وخليها سوا واحد، ميه واحده في الصينيه كده، ما تجيش عند الاطراف. وابدأي حطي بالراحه. طبعا انا عملت كنافه تاني ضربتها كسرتها في الكبه، وحطيت معاها سمنه وحطيت معاها عسل. معلقه عسل، معلقتين كبار كده حلوين لو مش مليانين. لو مليانه قوي معلقه. طبعا انا علشان عارفه بحط بالبرطمان على طول. ابدأي حطي بقى وما تتكيش عليها، يا دوبك تساوي الاطراف. سويها كويس جدا بحيث تغطي الكريمه. انا عشان اضمن ان انا سويتها برضو هجيب الكيس وبالراحه جدا بشويش كده حطيها وسويها كويس، ما تخليش الكريمه باينه. وساوي الصينيه. تمام كده اهي. هبدا احطها على الرف الوسطاني، ولو على حسب الفرن بتاعك هتاخد قد ايه، من تلت ساعه ل25 دقيقه. كبيرك يعني الوش يحمر زي كده نص ساعه. هي ما بتاخدش سوا قوي. اهي الصينيه عندي كبيره وما شاء الله مليانه. هبدا احط عليها الشربات بتاعها. اخلي بالي ان الشربات يروح كل الاطراف كل حته.
تمام. اسقيها كويس جدا، متخليش حته ناشفه اهي. هي طبعا سخنه جامد، المفروض ما تقطعهاش الا لما تهدى شويه، ما تبردش خالص، تهدى يعني تبقى دافيه كده. انا هنا استعجلت عشان التصوير وقطعتها. هقطعها اهي معاكم، شايفين بقى؟ هتتفكك عشان سخنه. تمام. لكن لو استنيتي عليها شويه، هوريها لكم برضو لما استنيت عليها كان شكلها عامل ازاي. بس هي خطيره، طعمها خطير. هنا كانت هديت شويه اهي، خطيره. عايزه اقول لك منتهى الجمال، الطعم خطير. ولو دعمتيها برضو بمعلقه قشطه كريمه هتبقى تحفه. هنا استنيت اما هديت شويه سنه، عشان طبعا ولادي. اهو بصي اهي، سلكيها كده هتبقى خطيره اهي. شايفه طالعه الخرطه؟ كل ما تهدى، كل ما تبرد شويه يعني تبقى دافيه، بتتاكل وهي دافيه، مش بتسقع يعني في التلاجة وكده. لو فاض منك ما تخليهاش بره التلاجة، جوه. ادي بقى اللي اتفككت مني، طعمها تحفه، خطيره والله. اذا جربتوها قولوا لي في التعليقات. طعمها خطيره، مش هتاخد معاكي وقت، لا هنقلب الصينيه ولا هنعمل حاجه تحسبا يعني، عشان لا تقولي الصينيه لا تتقلب، لا لا، هي شكلها كده بتبقى خطيره. بصي هنا كنت بغرف بقى لولادي، لابني اهي، تحفه. شربتها مظبوط، ما خدتش معايا، يا دوبك وهي متلجه. دي اللي اتفككت خالص وهي سخنه اهي، تحفه. هي الحلويات لازم احنا ندوق، ما ينفعش كده يعني، السكر باظ اهي. شايفين بقى الخرطه دي لما قطعتها لما هديت شويه تبقى متساويه وجميله. حاجه انت عاملاها في البيت، احنا عارفين المحلات الكبار يعني الاسعار معديه وكل حاجه بقت تنضرب، لان ايه، ما بتجيبش همها. اتمنى لكم الخير السعاده. لو الفيديو عجبك